تدخل بالشكل هنا مباشر في اتجاه لاعب يوسف ماري. اظن فيها شك كما قلت على مستوى هذه اللقطه، لكن كما يقال القرار النهائي لحكم المباراه سمير القساس. ماذا يقول سمير؟ سمير يا سمير، هل تظهر ركله جزاء اخرى في هذه المباراه؟ والحكم يقول ركله جزاء. نتابع هذه اللقطه، لقطه التدخل بالفعل واضحه. تدخل كان بشكل مباشر واقع في المحظور يحيى الفيلالي او ذاكر قبل كذلك. يعني لقطه غريبه جدا بين كريم ايت محمد ويوسف ماري في مثل هكذا كرات. يعني الامر طبيعي بانه المدرب يعني عنده المنفذ رقم 1 لركلات الجزاء وعنده منفذ رقم 2، لذلك الدخول في شنئين بهذه الصوره التي قلت لا تشرف لا كريم ايت محمد وكذلك يوسف ماري. قد يجعل الضغط، كل الضغط الان على لاعب يوسف ماري من خلال هذه الفرصه التي لا يريد فريق السوسي ان تضيع. اذا بعد هذا الشيء هل يفعل يوسف ماري ام يدفع الفريق السوسي الثمن غالي بعد اللقطه الاخيره بين كريم ايت محمد ويوسف ماري؟ هذه امور عاديه في مثل الامور، عرفوا هذه التسديده. قلت لكم ما حدث بين كريم ايت محمد ويوسف ماري كان له تاثير كبير في هذه اللقطه الاخيره. ما فعلت على مستوى اللقطه الاخيره غاليه، انه الضربه الان غاليه بالنسبه ليوسف ماري، وفي ظل تالق من جانب يحيى الفيلالي. لاحظوا حتى تنفيذ الكره، اولا اختار التسديد بقوه